كيضرنا البرد نيت، وساكنين في هاد النوالة كيجينا نيت البرد بزاف. ايوا غير العافية اللي كندير نيت و... والعواد غاليين علينا كنشريهم. ايوا غير كنطيبو نيت على العافية وعلى كلشي غير على العافية. غير الوليدات كيقراو فوق كماس بعيد حتى المدرسة بعيدة، كنديهم في الشتا وتلجو ما كيوصلوش تيموتوا بالبرد. الديزة نيت صعيبة بزاف. هاد العام نيت السمرة كتكون والبرد وكل شيء. هيا كلام دايا غيتشادو سميض إنغاق الله يرحم والدينا دي نصربي سيدنا غنصلو كنا وكنا تخيتتون نكوني نغاغ وسميض نغاغ إن ولا نبدنا جنتدو هذا نكسايا نفقتي ميزال الزراغ الزفاف ورو ما سنتوارو ما ينسو قال جدنا غدا ها غنتدو سوينا غيشتا بلبي. حنا كنتواجدوا دابا في مرتفعات الأطلس المتوسط، يعني في منطقة أوغماس التابعة لجماعة بن الصميم دائرة أزرو إقليم إفران. هنا كما كتعرفوا الارتفاع تقريبا 1664 متر على سطح البحر، والبرودة هنايا راه جد قاسية. كما كنعرفوا المناطق الجبلية كيعتمدوا على الرعي زائد بعض المغروسات يعني الأشجار المثمرة والفلاحة العادية يعني المعاشية اللي هي الزراعات ديال القمح والشعير وهذا. وكما كتعرفوا توالت عدة سنوات ديال الجفاف خلات ان الفلاحة تضرر بزاف، وكما كنعرفوا هاد الوقيته هذه كتكون منطقة اللي هي قاسية من ناحية ديال البرد، زادت عليها الجفاف والقساوة ديال انخفاض درجات الحرارة والبروده. كنعرفوا المنطقه كتعتمد بزاف، ما كاينش هنا داكشي ديال الشوفاج يعني شي حاجه اللي هي سميتو ديال الغاز ولا هذا. الناس كيعتمدوا هنايا على التدفئه التقليديه ديال الفرنوات وهذا عن طريق الحطب. ونظرا للتغير تغيرات الاداره ديال المياه والغابات من المندوبيه الساميه للمياه والغابات للوكاله الوطنيه للمياه والغابات، زائد انخراط المغرب في مجموعه ديال الاتفاقيات ديال هادشي ديال حمايه الغابات وهذا، ولا شي شويه ديال ولا واحد كاين واحد الصرامه في المراقبه ديال هادشي ديال الحطب اللي خلى الناس انهم يتضرروا بزاف في انتظار انه تاخذ شي اجراءات اللي هي اللي غادي تكون في صالح الساكنه. هذيك منطقه قاسيه، وديك المره اللي كانت كتهضر على هادشي ديال التدفئه نيت، لانهم ولاو متضررين. راكم عرفتوا ان ديك البلاصه قريبه للغابه ميم با 20 متر على الغابه، ولكن الناس كيشريو الحطب، يعني الناس متضررين. زائد الحاله ديالهم الماديه والحاله راكم شفتوا الحاله ديالهم كي دايره، الحاله المعيشيه جد ضعيفه. الاطفال ديالهم كينتقلوا من تما على رجليهم اولا على ظهور ديال سميتو ديال الدواب حتى المناطق لتحت باش يقربهم ترونسبور. راه كاين ترونسبور سكولير، ولكن راه كيجيو من تما تقريبا 5 الكيلومتر 6 الكيلومتر عاد باش يلتحقوا بالنقل المدرسي باش يمشيو للمدرسه ديالهم. الطلب ديالنا هي انه تخاد شي اجراءات المناطق الجبليه على غير المناطق ديال الغرب وهذا في التنميه، يستافدوا حتى هما من التنميه، وتقدم لهم الدوله مجموعه ديال المساعدات اللي كتكون انيه سورتو في هذه الوقيته هذه ديال الاوقات البارده. ايوا المهم كنتمناو يعاوننا في الجماعه ويعاوننا العامل يعاوننا شويه في الثمره والمعيشه ديالنا. كنت كتشوفوا ايوا كنتمناو يعاوننا شويه المخزن. غادي نصربي المريش يعاونوا كنا يتخيتون نكوني عاتيني الشغل ذات النساق الغاز دايك خصها انت غشا الفلوس، خصها انت غشا الحوايج، خصها غشا شانتي دليني خصها. كاين تغير صراحه، كاين تغير، كاين يعني تدخلات الدوله مجموعه ديال الحوايج، ولكن مازال الساكنه مازال محتاجه، مازال غير كافيه ديك التدخلات. راه مؤخرا كاينه بادره ديال سيدنا الله ينصرو ديال سميتو ديال هادشي ديال توزيع بعض الاغطيه والافرشه والمواد الغذائيه على المناطق المتضرره من القسوه ديال
ديال البرد، ولكن مازال الناس مازال طامعين انهم تزاد، لانه ما شملاتش جميع الاسر، لان الاغلبيه هنايا الاسر كلها راه كتعيش في واحد وضعيه هشه. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.